السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيت نعطي واحد الموضوع اللي كل شيء تيهضر عليه، ولكن نفس الأسطوانة ما تنزيدوش واحد الحاجة اللي هي مهمة. أولا هو الفرق بين التاجر حمادي والتاجر المعلم دافيد مول الكرسي. حمادي التاجر، نحب نكرر هذه المعلومة، ما تنسميوش حمادي أو أحمد أو محمد، هذا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرفتش شكون اللي خرج هذا الاسم ديالو الحقيقي بالروحانيات تنسميوه سومالايل من قبل حمادي، ولكن غنخليها أنا في هذا المصطلح ديال حمادي باش يفهمني كل شيء. حمادي تيدخل بثلاث طرق: تابعة العين، ومن صدمة اللي تتكون فيها خوف وخلعة كبيرة، ومع عمرو تيدخل عن سحر. هذه معلومة غلطة. تيدخل كذلك على شكل عاشق للنساء والرجال، تيجي بواحد الجنود وواحد الوفد من أفارقة أو سومر مغلوقين كما تنقولوا بالدارجة، والناس هنا تيختلفوا بزاف وتيشكوا أنهم من محلة الميامين. هذا لا، هو حمادي راه سمر مغلوق غادي للكحولية. من طبع حمادي التاجر جد غيور للمرأة اللي مختار ليها، يعني اللي هو تيدخلها كعاشق. تا راجل ما يمكن يلمسها كما كان هذا الراجل حتى يعطيه هو الإذن. نقول لا حياء في الدين، وأنا أقول لا حياء في العلم. المرأة اللي عندها التاجر حمادي مستحيل تقاس ولو بلمسة يد من أي رجل إلا بإذنه، والرجل كذلك ما تقيسو حتى امرأة إلا يكون هو تاجر حمادي خاطرها ليه. تاجر حمادي طبعا ملك بالتاج والكرسي، له كذلك جند ونفوذ. اختصاص ديالو التجارة عامة وخاصة الأثارات، وله كذلك اختصاص آخر اللي ما تعرفوش الناس بزاف، هو تبييض الأموال. يعني تيخدم مع الناس اللي تتكون عندهم واحد التجارة غير قانونية. السبب علاش تيعطي السفر بزاف، واللي عنده تيتعامل مع ناس من كتير الدول وبعملات عالمية كيفما كان نوع البلد أو الدولة. منطقة تاجر حمادي كل محيطات البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر، وكذلك أكبر أنهار كنهر النيل. هاد المعلومة الناس تهما ما عارفينهاش بزاف، لأنه تعطي السفر بزاف لمصر والأردن وكذلك إفريقيا، لا للخليج أبدا، أو ما نسميه مناطق الهلال الخصيب، لا هذاك ماشي المناطق ديالو. هو ما تيخلطش المناطق ديالو، تتكون دايما بالمحيطات والانهار المعينه. كاين واحد النهر حتى هو اللي عندنا في بلادنا، هو نهر الربيع. الناس اللي عندهم تيحبوا هاد الانهار، اولا للطبيعه، هو محب للطبيعه وتيحب يجلس
من غير المحيطات قرب الأنهار الكبيرة اللي تتكون مثلا هاد الأنهار تتكب في المحيطات. المثل اللي غنعطيكم هو نهر أم الربيع. نهر أم الربيع هو نهر جاري يعني، وتيكون كبير، والأغلبية يصب بالبحر. هذا هو الشرط. مثلا هاد المثال اللي عطيتكم على نهر أم الربيع هو في المغرب، تينبع من سلسلة جبال الأطلس المتوسط ويتجه غربا ليصب في المحيط الأطلسي، بحال عنده ديك البرزخ بين النهر والبحر. وهذا السبب كذلك تنوجدوا الناس اللي تعرفوا ليه في الترحيب او الطابله تيحطوا انواع من السمك يستحب، سمك الانهار وسمك البحر. عنده كذلك اكبر نهر في افريقيا اللي تيعطيه يخدم بالتجاره في افريقيا، تيكون الموضوع ديالو يعني الموضع او المقام سبحان الله تيكون حدا واحد النهر، نقولوا في اثيوبيا. المهم ما ندخلوش عاوتاني في تفاصيل التاريخ، انا تنعطيكم غير امثله. تاجر حمادي تيجي دائما بالحلم معه وفد من النساء الشابات الجميلات، وهو عاشق لكل جميلات وكذلك لكل وسيم من الرجال. بالروحانيات نسميه هاد الوفد ديالو حريم تاجر حمادي. اللي عندها ولا اللي عنده من الرجال راه ما تيجيش عنده كل مره، حتى هو عنده ما يدار، ماشي العام كامل حنا غادي نخدموه. هو تيجي اسبوعين في السنه. باش تعرفوا اللي عنده من الرجال والنساء راه تيدخل تيدير لكم واحد المشاكل بين الزوج والزوجه لفراغ طريقه. هذا هو الشكل باش تيدخل، وتيدير واحد الكراهيه بين الزوجين لمده قصيره كما ذكرت اسبوع او اسبوعين. الراجل ما تيحملش يشوف مراته، والمراه ما تستحملش تشوف راجلها، وتيعطيو واحد التقار يعني في الجماع مدة أسبوعين. واللي عطاه أسرار ما شاء الله راه هو من المحظوظين، حيت ما تعطيش أسرار بسهولة. له سلبيات هي هاد المشاكل اللي ذكرت بين الزوجين، وله إيجابيات، هو تيطلع وليداته بمعنى الكلمة. البعيد يرجعو قريب، وخدماته أسرار لا يعطيها بسهولة حتى ولا المقدم ولا مقدمة. وسأكفي بهذه المعلومات على تاجر حمادي. هنا غادي نعطيكم الملك المعلم تاجر دافيد باش تعرفوا الفرق بيناتهم. هاد الملك المعلم تاجر دافيد المناطق ديالو ماشي البحار، هي التلال والقصور القديمة. هو تيدخل على وراثة واختيار وليداته إلا الزهريون بطابع ملكي، معلومة يعرفها إلا خدام كتاب الله والشيوخ حفظة القرآن وأساتذة الروحانيون. هو ليس بعاشق، هو أب روحي، رفقة صالحة لمن كان مختور،
وهو محب الزهري، وبالأخص زهري العينين، لأنه له طاقة قمرية وهو من العلويون. يعطي رموز بالعبرانية القديمة على أشكال متنوعة. أنا ما نقدرش نعطيكم هاد الرموز باش تا واحد ما يخلط هاد من الأحسن. المهم تعطي رموز كرسوم باليد أو الجسد. يعطي نجمة ختم سليمان وداود بين عينين الشاكرا المسماة بعلوم الروحانيات. شاكرا هو اللي واحد المنطقة بين العينين لا يراها إلا الله سبحانه، والملوك العظام من الجان، وكذلك أساتذة الروحانيون الذين لهم علوم التنجيم والترميل وعلوم الكبالة. وليداته عندهم الحاسة فوق 6، لا يمكن الكذب أو النفاق أو غير ذلك معهم. يعرفون قصدك قبل كلامك، وكذلك أسراره جد خفية اللي ما تعطيهاش هو بسهولة للناس. تاجر المعلم عنده واحد الاختصاص، يمكن الناس عارفينه ولا ما عارفينوش، الله أعلم. هذا الاختصاص هو الصرع للجن الخبيث وشياطين الدم. من المستحيل تكون عندك زاوية ديال التاجر دافيد والناس اللي عندهم بحق حقيقي المعلم دافيد يدخلهم شي عارض. هو يعني عارض سفلي، هو عنده هرم من الأمراء والنفوذ والملوك والحكماء والقضاة. تعرفك غير مع الشخصيات. طالح لا يمكن الجلوس معك. هذا هو المعلم التاجر دافيد. كل واحد غادي نعطيه في الملوك حقه. وكاينين ناس اتصلوا بيا الله يكبر فيهم وقال لك حقا القناه ديالك خصها تكون طالعه. انا غنأكد لكم واحد الحاجه، الناس اللي تيقصدوا الله وتيقصدوني راهما مختورين سيليكسيوني، لا يتم الاتصال بسهوله. اللي تيكون بغى التواصل معايا راه تيكون عنده واحد النوع من الخوف وكذلك تردد كبير. راه الناس يأكدوها ليا كل نهار، وباش نخدم بحق وحقيقي وبنية صافية بلا تخربيق ولا نصب، راه تناخد الناس ماشي كتار تنكمل العلاج مع واحد الجماعة عاد نبدا الخدمة الأخرى. سمحوا لي. وشكرا على هذيك الملاحظة. وكذلك تنستغل الفرصة في هذا الفيديو باش نقول لكم الناس اللي تيكتبوا ليا على المواضيع راه مرحبا، انا ما ناسيه حتى واحد. المشكله اللي عندي ترتيب. يعني الملك من تنعطي موضوع راه الملك تيتكلم على نفسه، ويقدر شي يفهمني وشي ما يفهمنيش، ولكن اللي غادي يفهموني هما اللي عندهم الجواد بحق وحقيقي وعندهم زاوية كبار ومقدمين ولا مقدمات في المستوى وكذلك الفقه ديال بلادنا. الله يخليهم لينا اللي تيديروا يعني الأعمال الطيبة وماشي الخبيثة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.